انت فاكر انها صدفه انهم يبوظوا لك الفرح؟ ان الموسم ده بدأ بقلم على وش لعيبتك وانتهى بقلم على وش المنظومه. الموسم بدأ بخسارة سوبر افريقي قدام الزمالك. انت متخيل مباراة بتحصل كل 30 سنة وانت رايح وانت الاعلى فنيا، زي المرة اللي فاتت في 94 كنا رايحين واحنا الاعلى فنيا. بس دايما الكورة بتدينا دروس بنت لذينه، ان اللعيب اللي رايح يتعالى على الكورة ويعمل شو دايما بياكل على وشه، واحنا فعلا كلنا على وشنا اداء ونتيجة. الاداء كان زي الزفت وربنا كرمنا بسيناريو غريب جدا، نتقدم بهدف عن طريق ضربة جزاء بعد عرقلة اكرم توفيق في نهاية شوط اول عملنا فيه كل موبقات كرة القدم، عشان ندخل الشوط الثاني واحنا بنقول خلاص بقى اتقدمنا نلعب كورة. ما لعبناش كورة، لعبنا مدافعين قصاد فريق مهلهل زي الزمالك، فريق ما عندوش سكواد، عنده مشاكل على مستوى الاستخدامات وتجديد اللعيبه، فريق حتى اداره ناديه وجمهوره شاكين في وجوده اصلا وشاكين في قوته. في الدقيقه 87 ينزل ناصر المنسي يسجل هدف، نروح لضربات ترجيح علشان نلعبها بمنتهى الاستهتار والتعالي برضه، وفي الاخر خالص نخسر البطوله عشان جمهوري يغضب ويهيج على الاداره واللعيبه ومارسيل كولر ويقول الكل غلطان ويشيل الكل الليله. فيجي هنا دور كابتن محمود الخطيب اللي يجيب كابتن محمد رمضان في محاوله انه يعيد الانضباط لاوضه اللبس وانضباط اللعيبه وينزلهم شويه يمشوا على الارض بدل ما هم كانوا طايرين في السماء. الدراما بتودينا لابعد مما نتخيل، بنروح علشان نلعب سوبر محلي في الامارات ونبدا البطوله بفوز على سيراميكا 2-1 باداء زي الزفت وبهدفين ممتازين لطاهر محمد طاهر المجتهد جدا واللي بقى ليه مكانه غاليه عند جمهور النادي الاهلي بسبب اجتهاده واخلاصه في الملعب. وبعد ما كسبت وخلاص هتلعب النهائي قصاد الزمالك بتلاقي نفسك صاحي الصبح على خبر ولا اسوأ: محمود عبد المنعم كهربا مترحل من الامارات ومخصوم له مليون جنيه. وافتح بقى الباب للقيل والقال، وبعد كده نروح نلاعب الزمالك في مباراه فنيا افضل شويه ولكن برضه على مستوى النتيجه زي الزفت، ما بتسجلش اهداف والمباراه 0-0، وبتروح تلعب ضربات ترجيح والمره دي ضربات الترجيح تبتسم لك وتاخد السوبر. ترجع تبدا موسم جديد في الدوري، تكسب 5-2 في مباراة فنيا ممتازة قصاد سيراميكا كليوباترا الفريق القوي جدا اللي أحرجك في الإمارات، فتبدأ تقول جمهور الأهلي بدأ يشم نفسه. بعدها بتكسب العين في مباراة ملحمية على استاد القاهرة، الكل كان رائع فيها، إدارة وجمهور ولاعيبة وبنرات واحتفالات، وبتحصل على أول نسخة من بطولة القارات الثلاثة وحاجة كده مزاجك عين. خلاص بقى هنمسك الطريق وندوس ونزود السرعة، فجأة تبص تلاقي مارسيل كولر راح جايب مارشدين وادالك الصدمه اللي هي يتعادل مع فاركو ويتعادل مع البنك ويتعادل مع بيراميدز ويتعادل مع الزمالك تاني نعمل كل حاجة غريبة وعجيبة في هذه الكرة. بعد كده بتروح تلعب بقى أفريقيا وبعدين بتصعد بشق الأنفس كالعادة، ندخل على مرحلة الحسم نلاقي نفسنا المفروض داخلين على مباراة القمة والمفروض ان احنا ناخد بطارنا ونقرب من بيراميدز. فجأة تلاقي إدارة النادي الأهلي أخذت قرار ما زال محل جدل لغاية دلوقتي، فجأة تدخل على أزمة مباراة القمة، المباراة اللي المفروض النادي الأهلي يلعبها بحكام أجانب، وخد وعد من أحمد دياب ورابطة الأندية إن المباراة هتتلعب بحكام أجانب، وفجأة يجي دور خفافيش الظلام في اتحاد الكورة. اتحاد الكورة اللي بيضرب في الرابطة على حساب النادي الأهلي يقول مش هجيب حكام أجانب أصل الوقت ضيق. في الوقت نفسه بيقدر وزير الرياضة يجيب حكام سعوديين في أقل من 12 ساعة، ومع وصول الحكام السعوديين برضه يصر اتحاد الكورة ونادي الزمالك بتحريض من بيراميدز انهم ما يلعبوش مباراة القمة بحكام سعوديين علشان النادي الاهلي يلاقي نفسه مضطر لانه يمتنع عن لعب المباراة. تخسر 3 نقط مباراة الزمالك ونخش في القضايا والمحاكم. سيبك من القضايا والمحاكم هنتكلم عليها في فيديو تاني، بس تبقى قدامك فرصة تانية عشان تقرب من بيراميدز، اكسب بيراميدز. فتلاقي مارسيل كولر بيلاعب بيراميدز بمباراة دفاعية غريبة جدا في الوقت اللي انت عايز تكسب فيه، بتلعب دفاعي وبتلعب بطريقة مهلهلة ولعيبة فاقدة الثقة في نفسها وفي جهازها الفني، وتبقى متاخر في الدقيقه 88 بهدف من محمد الشيبي في مرمى الشناوي بتسديده بعيده المدى. هنتكلم عن محمد الشناوي والتسديدات بعيده المدى في
فيديوهات تانية، وبدعاء الاهلاويه يجي توفيق ربنا في صوره تسديده من احمد رضا من بره ال 18 يتعادل الدقيقه 96. كلمه السر في الموسم ده. بعدها بتروح تلعب صن داونز وتعمل مباراه دفاعيه ممتازه هناك، وتعمل تحولات جيده، توصل لمرمى صن داونز اكتر من 5 مرات، تسجل مرتين ولكن هم كانوا تسلل حقيقي، وكان ليك شك في ضربتين جزاء. انا شايف ان واحده منهم اكيد كانت ضربه جزاء، ولكن في الاخر خالص ما اتحسبتلكش ضربات جزاء، وتيجي بتعادل 0-0 ونقول انها احسن نتيجه او احسن نتيجه، وتلعب مباراه العوده عشان في نص الشوط الاولاني يسجل طاهر محمد طاهر والدنيا تبدا تهدى، علشان يجي مارسيل كولر ويفاجئنا باداء ولا اسوأ ويلعب مباراه ولا اسوأ، فيبقى النادي الاهلي مضغوط لغايه اخر الوقت، وتيجي الدقيقه 89 عشان الكره تخبط في رجل ياسر ابراهيم واحد من رجاله الموسم ده وتسكن شباك النادي الاهلي ونخرج من بطوله افريقيا. وهنا الدنيا تقوم ما تقعدش. الاهلي بيوجه الشكر للكولر، كابتن محمد رمضان بيعتذر عن المنصب، كابتن سامي قمصان بيعتذر عن المنصب، الدنيا كلها بتروح الى انها ساعه الانهيار. الا جمهور النادي الاهلي كان شايفها ساعه النادي الاهلي محمد يوسف عشان يشغل منصب مدير رياضي بخلفيه فنيه، ويجيب محمد شوقي يقول له انت مساعد لكابتن عماد النحاس، ويطلع محمد نجيب علشان يساعد في الفريق الاول، ويبقى كلنا كده بنلعب باسم النادي الاهلي كابناء النادي الاهلي. وتيجي مرحله من اهم وافضل مراحل الموسم، المرحله اللي فيها الدراما بتوصل للذروه. النادي الاهلي بيلعب 6 مباريات بيسجل 21 هدف، بيستقبل 5 اهداف بس، بيكسب كل المباريات، بيحصل على 18 نقطه في الوقت اللي فيه بيراميدز اللي بيدعوا انه بطل علشان يخسر مباراتين ورا بعض من فاركو 3-2 ومن البنك الاهلي 4-2، والاهلي من ضمن ال6 مباريات اللي كسبهم يكسب فاركو 6-0 في ختام الموسم، ويكسب البنك الاهلي الفريق المحترم جدا 2-1 في الدقيقه 96. وكان خلال المباريات ياسر ابراهيم هو كلمه السر لما شال كورتين من على خط الجول، واحده في مباراه بتروجيت كانت ممكن تضيع مننا نقطتين، وواحده في مباراه سيراميكا كانت ممكن برضو تضيع مننا نقطتين، وفي ماتش البنك الاهلي يروح في الدقيقه 96 يعمل اسيست لوسام ابو علي اللي بيسجل بيه هدف الفوز. النادي الاهلي في هذا الموسم بطل، بطل حقيقي جوه الملعب. وبره الملعب في لعب كتير بس لعب قذر، والنادي الاهلي بطل جوه الملعب اللي فيه اللعب فير. السلام عليكم.